السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهتزت مدينة الجديدة في الفترة ما بين 1993 و 2003 على وقع جرائم قتل بشعة راحت ضحيتها 5 نساء بأحياء شعبية بالمدينة. وظل القاتل الذي كان يروي ظمأ ساديته بالإجهاز على ضحاياه، وكان يختارهن من شريحة كادحة بأحياء شعبية، حرا طليقا، كما زج ببريئين في السجن وحُكما بالمؤبد، اعتقادا خاطئا أنهما الضالعان في جريمة أولى نفذها السفاح سنة 1993 بدرب الهلالي. وتوالى القتل بعد ذلك وبالطريقة نفسها، مما أدخل أمن الجديدة في حيرة كبيرة وسط خوف أطبق على نساء المدينة. وتردد سؤال مؤرق: من هو القاتل بالتسلسل؟ خلال الفترة ما بين 1993 و 2003 عرفت أحياء شعبية بالجديدة جرائم قتل ارتكبت في حق نساء يعيشن في الغالب بمفردهن. وكانت البداية سنة 1993 بقتل امرأة بمنزلها والاستيلاء على حليها وأموالها. وكان أمن الجديدة آنذاك أخطأ الطريق الصحيح في البحث عن القاتل الحقيقي، وبناء على شهادة مغلوطة زج ببريئين في السجن وحُكما بالمؤبد. لكن رغم ذلك توالى سفك دماء نساء الجديدة بقتل إحدى النساء بالطريقة نفسها، وهي الإجهاز بآلة حادة على الرأس، وبعدها تصفية امرأة وبنتها بدرب بن سليمان قرب الخيرية. وحاول السفاح في هذه الجريمة ترك كتابة حائطية لتضليل الباحثين عندما كتب: نحن مجموعة قمنا بالقتل لتصفية حسابات مع الضحايا. وشاع على خلفية هذه الجرائم خطأ أن شخصا كان يسمى بوحمامة، وهو الضالع فيما تعرفه المدينة من جرائم، وساد جو من الهلع بالمدينة. وأخذت النساء يتحركن جماعات في حيطة وحذر من سفاح مهووس بالقتل، لكنه اتخذ كافة الاحتياطات الضرورية كي لا يقع في يد الأمن، وأضحى القبض عليه من الأولويات المطروحة في الأجندة اليومية لرؤساء أمن تعاقبوا على الجديدة. تيقن المحققون من خلال قتل الضحايا بالطريقة نفسها أنهم في مواجهة قاتل بالتسلسل، وأمام أخطر سفاح عرفته الجديدة في تاريخها، نسخة طبق الأصل لما كان يقوم به السفاح مصطفى متشوق بالدار البيضاء في حق الأطفال خاصة. ورغم ذلك لم تبح جرائم سفاح الجديدة بأسرارها في وقت لم تكن فيه أدوات البحث الجنائي والشرطة العلمية بهذا التطور الذي وصلت إليه اليوم. بموازاة مع ذلك ارتفعت أصوات منددة بقصور في الوصول إليه، وتهدئة روع مدينة توصد أبوابها مبكرا مع مغيب الشمس. والظاهر أن المحققون تركوا أمرا كشفه لصدفة سعيدة تجود بها الأيام، وهو ما تأتى فعلا ذات يوم من 2003 لما تعقب السفاح بائع الدجاج وأرانب بسوق علال القاسمي، وهي امرأة طاعنة في السن، إلى حيث تسكن بحي شعبي. ولما فتحت باب منزلها دخل رفقتها عنوة وسدد لها طعنات بواسطة سكين، وفتش منزلها بحثا عن أموال، لأنه كان مدمنا على لعب التيرسي ومعاقرة الخمر. لكن صرخات استغاثة منها وبركة من الدماء تعدت عتبة المنزل، جعلت أطفالا صغار من الحي يخبرون أمهاتهم، فحاصروا مسرح الجريمة، فيما فضل السفاح الاختباء في خم للدجاج قبل أن يوجه طعنة إلى صدره في محاولة للانتحار وطي صفحات مسيرته الإجرامية. وعلى الفور حضر فريق أمني وتم نقله إلى المستشفى، ونجحت عملية إنقاذه من موت محقق. وكان ذلك بداية نهاية قصة سفاح مثير. بعد أن أعيد إلى مخفر الأمن في المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية،
وفي حدود الساعة 2 من صباح يوم الموالي لارتكابه جريمة القتل الخامسة، طلب كأس قهوة وحضور رئيس الأمن الإقليمي، حيث باح بأسرار واعترف أنه من قتل 4 نساء أخريات منذ سنة 1993، وأن الشخصين المحكومين بالمؤبد بريئين، وحكى كل التفاصيل المملة عن مسلسله الدموي، وجاءت متطابقة مع ما كان يدون في مساطر قتل ضد مجهولين. وزاد أنه سدد ضربة إلى ضحية سادسة لكنها نجت من الموت ولم تبلغ عنها. وبرر بوحه بجرائمه أنه أراد إراحة ضميره، وقال عن دوافعه إلى القتل أنه كان يروي ظمأ ساديته استبدت به من دماء نساء انتقاما من تعرضه للتقاف، وأيضا من ماضيه الذي كان تعرض فيه إلى الاغتصاب، وأعاد بدم بارد مشاهد جرائمه وسط متابعة جماهيرية وإعلامية. وفي سنة 2003 ووسط تعزيزات أمنية أحضر الجاني البالغ من العمر 45 سنة إلى محكمة الاستئناف بمقرها القديم بدرب غلف بالجديدة. وفي محاكمة مثيرة حضرت نساء شاهدات على قتله بائعة أرانب، وعلى غير المتوقع تراجع عن اعترافاته التلقائية أمام الضابط القضائي في محاولة للتملص من العقاب، وخاطب رئيس غرفة الجنايات بأنه بريء. وبعد المداولة أدين بالإعدام. على خلفية هذا الحكم أطلق سراح المحكومين مكانه خطأ بالمؤبد بعد أن قضى 9 سنوات بالسجن آسفي. وبعد 12 سنة من الحكم عليه مات سفاح نساء الجديدة متأثرا بمرض صدري ألم به بالسجن المركزي بالقنيطرة.